ومش هخش في مقارنه مين افضل، فلاش ازرا ميلر ولا فلاش بتاع جرانت جاستن، لان الاجابه معروفه. لسه مخلص فرجة على فيلم ذا فلاش، وهتكلم على كل النقط اللي عجبتني في الفيلم واللي ما عجبنيش في الفيلم. احسن حاجه حاولت اعملها بما اني واحد اتفرجت على مسلسل ذا فلاش، اني حاولت افصل مسلسل ذا فلاش عن فيلم ذا فلاش خالص، خصوصا ان الاتنين بيتكلموا عن نفس الشخصيه، باختلافات طبعا ان العالم السينمائي رايح في اتجاه، والعالم بتاع المسلسلات اللي هو ذا اروفيرس رايح في اتجاه تاني خالص. الفيلم بيكمل بعد جاستس ليج سنايدر كات، وانك بتشوف اكتر الجانب الشخصي بتاع بيري الن، وازاي بيتعامل مع المعاناه اللي عنده في حياته، ان هو متأزم ان والدته اتقتلت وهو صغير، وبعد ما بيكتشف انه يقدر يرجع بالزمن، وبيحاول ان هو يرجع عشان ينقذ مامته من انها تموت، ومش عارف ايه العواقب بتاعت ده رغم تحذير باتمان بين افليك لده، ويا ترى ايه العواقب دي وهتأثر ازاي على عالم دي سي. مش هقدر اتكلم كتير على نقط طبع القصه عشان ما احرقش، الا لو انتوا عايزين حابين ان اعمل جزء حرق هعمل جزء حرق. رغم حاليا ان ازرا ميلر كممثل عامل مشاكل كتير جدا في هوليوود والناس دلوقتي كرهاه، وكان سبب ان ممكن فيلم ذا فلاش ده يتكنسل اساسا انه ما يتعملش. يعني انتوا متخيلين ان شخصيه ذا فلاش ده اول فيلم فردي للشخصيه في السينمات؟ رغم كل ده حرفيا ازرا ميلر عايز اقول لك ان هو احسن اداء تمثيلي في الفيلم، خصوصا ان هو طالع بشخصيتين، وده مش حرق لان انت لو شفت اي تريلر للفيلم هتلاقي ان في شخصيتين بيري الن في الفيلم، وبصراحه كان عاطي كل تعابير الوش لكل شخصيه فيهم بطريقه حلوه جدا. فان هو يديك انطباع ان في شخصيه صغيره وشخصيه كبيره، والاختلاف الرياكشنز والشخصيه شويه وكده، انا اقتنعت وكنت شايف دول شخصيتين منفصلين مش نفس الممثل. عامل النوستالجيا مايكل كيتن، طبعا لو انت ما تعرفش في 1989 مايكل كيتن عمل دور فيلم ذا باتمان، وعمل ذا باتمان 2 في 1992. هو طبعا رجع في الفيلم ده، وبصراحه اداؤه كان جميل جدا برضه في الفيلم. طبعا اللي زي حالاتي شاف الفيلم زمان، عامل النوستالجيا هيبقى شغل عنده. طبعا خلاص سمعت موسيقى باتمان 1989 فخلص انت اشتريت. بحب اقول ان مايكل كيتن ستيل جات ات. الممثله اللي قامت بدور سوبر جيرل عجبتني جدا جدا، وان دي برضو اول ظهور تقريبا لشخصيه سوبر جيرل في فيلم من الافلام، فالممثله قامت باداء حلو جدا والشخصيه كانت كويسه جدا في الفيلم. باقي الممثلين كانوا برضو كويسين جدا في ادوارهم، ومفيش حاجه ضايقتني منهم خالص، فالاداء مظبوط. مشاهد اكشن كانت حلوه في الفيلم. السي جي اي كنت قلقان منه قبل ما الفيلم ينزل، لان شفت صور حسيت انها كرتونيه شويه، وفي فعلا مشاهد هتحس انها كرتونيه شويه، بس غير كده على المجمل السي جي اي كان كويس. والحلو في السي جي اي انه بيديك منظور على ذا فلاش بيشوف ايه وهو بيجري. يعني انت بالنسبه له الشوارع عامله ازاي، بياخد المسافات ازاي بالنسبه له الوقت العادي طويل جدا، اللي هو انت تقول له 5 دقائق، في 5 دقائق دول بالنسبه له زمن، اللي هو انا اروح انقذ المدينه وارجع لك. وده على فكره حصل فعلا في الفيلم. منظور جديد ومختلف حتى عن اللي اتعمل في مسلسل ذا فلاش. والفيلم هنا حكى نفس القصه بتاعت يعتبر المسلسل، بس بعد خالص عن فكره ذا ريفرس فلاش، وممكن عشان كانوا عايزين يتكلموا او ينهوا عالم دي سي القديم، فما كانوش عايزين يخوضوا قوي في الكلام عن بيري الن. يعني انت كنت بس بتاخد مقتطفات من وجهه نظر انا عن الشخصيه. فالفيلم ركز انا بوريك حياه بيري الن، مين الشخصيه اللي هو بيحبها، ايه اللي مأزمه في حياته، وايه اللي نفسه يعمله قصاد ده. لكن في نفس الوقت انا محتاجه عشان عالم دي سي لازم ينتهي ونبدا عالم جديد. الضحك في الفيلم كان كتير وكان جديد عليا، ما حسيتش انها حاجات مألوفه ومهروسه قبل كده، لا عادي ضحكتني، وفعلا فيها كوميديا مواقف كتير، مش مجرد كوميديا جمل وبنرمي او بنتريق على حد. فدي كانت حاجه لطيفه جدا في الفيلم، ومش هتحس بالملل، ودي حاجه حلوه ان القصه متماسكه. القصه فعلا بتاعت الفيلم متماسكه، مفيش غير مشهد واحد هو اللي ضايقني حاليا اللي فاكره في دماغي، ومش هقوله عشان الحرق، بس هو مشهد بسيط يعني مش حاجه كبيره، لكني استغربت هم عملوا ايه في الحته دي، يعني حلوها ازاي. الفيلم مليء بالمشاعر حرفيا، ودي بقى من الحاجات اللي عجبتني انها ما اتحرقتش في التريلر خالص. انك بتشوف شخصيه بيري الن قد ايه عاطفيه، وقد ايه بتزعل، وقد ايه فعلا انا متعاطف معاه وواصل لي شعوره جدا في الفيلم ده. فالنهايه عجبتني جدا في الفيلم، والفيلم فعلا حلو. بس اكتر حاجه كان بيتروج ليها في الفيلم موجود سوبر جيرل، مايكل كيتن، الناس، موسيقى التسعينات بتاع فيلم باتمان 1989. الفيلم كان بيعتمد على الحاجات دي ان هو ينجح، بس هو كقصه انا شايف انه كان قصه حلوه، والقصه دي كانت ممكن تبقى غنيه اكتر لو ما كانش فيلم بيتعمل عشان ينهي عالم دي سي القديم وبيبداوا عالم جديد. برضه زعلت قوي لما شفت بين افلك على الشاشه، اللي هو انت بتحس دي تقريبا اخر مره هنشوف فيها بين افلك كباتمان، وزعلت يعني حتى اخر مشهد له اللي هو زعلت ان انت يعني مش هنشوفك تاني بصراحه. حاجه ضايقتني شويه الكيميو اللي في الاخر، ما ضافليش اي حاجه ومجرد كيميو بس، اللي هو مش ايه ده جابوا فلان ولا ايه ده، بيمهد لحاجه تانية، هو حرفيا مجرد مشهد ما بعد تتر النهايه مش اكتر. الفيلم يستاهل الضجه. هي دي سي عملت ماركتنج بزياده
لكن الفيلم فعلا حلو ويستاهل يتشاف. مش هقول انه افضل فيلم كوميك بوك، الفيلم ده بالنسبه لي هو تاني احسن فيلم في عالم دي سي لحد دلوقتي بعد فيلم جاستس ليج سنايدر كات. فحرفيا دي سي تفعلها في اخر فيلم في عالم دي سي القديم. طبعا بعد فيلم ذا فلاش عالم دي سي القديم خلص، دلوقتي بدأنا عالم الدي سي يو بقيادة جيمس جان. عايز اقول ان الفيلم فعلا حلو يستاهل الفرجة عليه. لو انت بتحب شخصية ذا فلاش او دي سي خش الفيلم بجد هتنبسط. ما تعليش امالك قوي وما تربطش وما تقارنش، خش اتفرج على الحاجة زي ما هي وقيمها انت بنفسك.